جت من أرمينيا عشان تهز مصر. صبحت أشهر راقصة شعبية في فترة قصيرة، بتاخد في الساعة الواحدة 50,000 جنيه من عرق وسطها، وقلبها طيب وحنين لدرجة إنها عزمت على طلبة الثانوية العامة يروحوا يذاكروا عندها في شقتها لو الكهرباء قطعت. عندها فيلا في القاهرة و2 في الساحل الشمالي، وحبة شقق في روسيا وشركة إنتاج كبيرة في مصر. فتعالوا معايا أصدمكم من حجم ثروة سوفينار الرقاصة، وليه هي الرقاصة الوحيدة في مصر اللي مرضيتش ترفع أجرها. تعتبر مصر هي وش الخير على سوفينار الرقاصة بعد ما جت مخصوص من روسيا عشان تحترف الرقص الشرقي في مصر. رقصت في الكازينوهات وملاهي وسط البلد، ولما اشتهرت رقصت في الأفلام وأصبح أجرها فلكي، وكمان بقت بتاخد في الساعة الواحدة 50,000 جنيه. لما دخلت سوفينار الرقص الشرقي علمت على كل الرقصات في مصر بصفة عامة، وبعد ما كانت دينا وفيفي عبده هما نمبر 1 في الرقص الشرقي، سحبت سوفينار البساط من تحت رجليهم، وده بقى بسبب جمالها ورشاقتها وليونتها وإمكانياتها المميزة. محترفة يعني، وبسبب بقى إنها موضة جديدة وكمان روسية، قرر السبكي إنه يجيبها في كل أفلامه تقريباً، وده بقى اللي فتح ليها أبواب الشهرة والفلوس والمجد من أوسع أبوابه. وطبعاً الحفلات والعقود نزلت رف على سوفينار من كل مكان، خصوصاً بقى في موسم الصيف. معظم حفلات سوفينار السنين الأخيرة في الصيف بتتعمل في الساحل الشمالي، وبتاخد كمان الراقصة الأشهر في مصر حالياً حوالي $70 في الدقيقة الواحدة، يعني حوالي كده 50,000 جنيه في الساعة، وده يعتبر نوعاً ما أجر قليل جداً ومش كبير، وده مقارنة برقصات تانيين. لما سألوها انتوا ليه يا سوفينار مش عايزة ترفعي أجرك زي باقي الرقصات في مصر، قالت بكل إنسانية إنها لازم تراعي ظروف الناس الغلابة بعد ارتفاع أسعار كل حاجة بطريقة كبيرة في مصر. عشان كده هي فنانة فعلاً أصيلة عندها نظر ودم. سوفينار عملتهم من الرقص والأفلام السنين اللي فاتت، عشان كده تعتبر من أغنى الرقصات في مصر. عندها كمان أسطول عربيات من كل الماركات والنوعيات، أقل عربية فيهم يجي ب5 مليون جنيه. وأما بقى المجوهرات فحدث ولا حرج، ما أقولكمش بقى، تعتبر سوفينار صاغة ماشية على جوز رجلين. لا، ومجوهراتها كلها سينيه ألماظ ولولي وياقوت ومرجان، وكل ما تروح حفلة بتلبس طقم جديد من المجوهرات عشان بس تليق على بدلتها. وغير كل اللي فات بقى بتمتلك سوفينار فيلا فخمة جدا، ودي بقى في أرقى أحياء القاهرة، وكمان عندها جوز فيلات في الساحل الشمالي الشرير عشان لما تروح تعمل حفلاتها ما تحتاجش تنزل في فندق ولا حاجة والناس تتطفل عليها. الراقصة سوفينار كمان عارف كويس قوي الأيام غدارة، والرقص ما بقاش كمان يأكل عيش زي الأول، ومش مضمون في أي حاجة، وإن في أي لحظة ممكن تطلع فنانة استعراضية جديدة وتسحب البساط من تحت رجليها. عشان كده فكرت بقى بره الصندوق وقررت تعمل شركة إنتاج فني اسمها عروسة البحر، حاجة كده تأمن بيها مستقبلها. ولو جينا بقى نتكلم عن ثروة سوفينار وفلوسها في البنوك، فهي حوالي من 10 ل 25 مليون دولار، يعني داخلة كده في مليار جنيه وزيادة، وكل ده من شقاها وعرق جبينها. سوفينار من جواها إنسانة لدرجة إنها طلبت من أي تلميذة في الثانوية العامة يجي يذاكر عندها في الشقة لو النور بيتهم قطع. وفي النهاية بقى بنتمنى لسوفينار التوفيق في حياتها بصفة عامة.